هي الاستراتيجي مهمة قوي كده؟ ده سؤال بيجي في بال كتير قوي من الديزاينرز قبل الفاوندرز والبيزنس اونرز. انا لو عليا نفسي اريحك واديلك اجابة قاطعة مباشر على طول كده، ولكن في نفس الوقت الفيديو ده هيبقى ريل. بس بص، عشان انت حبيبي يعني هي الاستراتيجي فعلا مهمة، لكن لو عايز تعرف هي مهمة ليه وقد ايه، سواء كنت ديزاينر صاحب شركة بتشتغل على براند دلوقتي، كمل معايا الفيديو للاخر. والمرة دي انا مش هقول لكم ايه هي مبادئ الاستراتيجي، والاستراتيجي بتتكون من ايه، من براند كور، فيجن، ميشن، بيربس، وهكذا، ونخش على البوزيشننج. لا، انا مش هقول لك كل التفاصيل دي لان كنت شرحتها في فيديو قبل كده. المره دي احنا هندرس الحاجه دي بالعكس، احنا هنجيب براند على ارض الواقع قدر انه في عدد سنين قليل بالنسبه للبيزنس، وقدر يعمل كولابريشن مع نايكي. بس خليني اقول لك من وجهه نظري انا شايف البراند الناجح عباره عن ايه. اول حاجه بالنسبه لي لازم يكون ليه معنى ومبدأ واضح. رقم اتنين، هو فاهم عميله كويس وبيهتم بيه. تالت نقطة، ما يكونش براند أناني وبيتكلم عن نفسه، والمسج بتاعت البراند قد ايه احنا جامدين. لان انت كبراند المفروض فاهم دورك انك جايد في حياة الهيرو اللي هو الكاستمر بتاعك. رقم اربعة، هو براند تحرر من القيود وماشي عكس التيار، ودي بتبقى في البوزيشننج اكتر. فتعالى ندرس البراند اللي اتعمل له استراتيجي وما ركنهاش في الدرج، عمل بيها فعلا. الامثلة على ان البراند استراتيجي مش مجرد كلام بيتكتب في PDF. البراند اسمه كورتيز، ده براند قدر يحول معنى واضح والسكيرستي والكوميونتي لنظام نمو كامل، كانت طالعه من نفس الكونسبت او نفس الفكره. كورتيز هو ستريت وير براند بدأ سنه 2017 في لندن، بس لو بصيت له كبراند هدوم بس هتفوت اهم حاجه فيه. لان كورتيز من البدايه ما كانش ماس فاشن براند، هو اتعامل كأنه برايفت كلاب، عنده كود، عنده لغه، عنده سيستم معين، وعنده ناس حاسين ان هم جزء من حاجه مميزه مش لكل الناس. وده بقى الشخص اللي بدأ القصه دي كلها، المعروف باسم كلينت. هو بدأ كورتيز سنة 2017، بس هو كان ليه خبرة في تجربة كان اسمها كيد اون ذا ماب. واللي يخليك تاخد بالك ان البداية كانت نفسها صغيرة جدا. اول دروب لكورتيز باع تقريبا 16 هودي بس. يعني احنا مش بنتكلم عن فاوندر بدأ ببادجت ضخمة او عنده ديستريبيوشن قوي، لكن اللي كان عنده من البداية هو فهم للكالتشر اللي هو جزء منها اللي هو بيخاطبها. وكمان كلينت نفسه ما حاولش يبقى سليبرتي فاوندر طول الوقت، كان محافظ على نوع من الغموض حوالين شخصيته برضه، لان ده كان بيخدم على البراند في الكونسبت بتاعه. ولو بصينا بقى الرحله هتلاقي حاجه مهمه جدا. كورتيز ما بدأش كبير، بدأ كنترولد قوي، بدأ ببيدروم بروجكت. اول دروب كان صغير 16 هودي بس. بعد كده اشتغل بقى على السوشيال ميديا بتاعته، عمل انستجرام فتره من الفترات برايفت، وفي نفس الوقت الويب سايت بتاعهم كان بباسورد طول السنه، وكان بينزل الباسورد في ستوري عنده، واللي يلحق ياخد الباسورد هو اللي يلحق يشتري. بعد كده ابتدى يعمل سيكريت دروبس واكتيفيشن، وبعد سنين وسنين وصل لنايكي كولابريشن سنه 2023، وهو بدأ من 2017. ودي حاجه مهمه جدا، ان النمو ما كانش بالسرعه ولكن هو كان بيبني السيستم الاول عشان يقدر يسكيل بشكل منظم اكتر. وهنا بقى اول جزء حقيقي من الاستراتيجي، ان دايما الرؤيه بيجي الاول والاعتقاد بتاعك بيجي الاول. رولز ذا وورلد هي مش مجرد تاج لاين او سلوجان، هي كانت الاساس والبيز والكونسبت بتاع كل حاجه عملتها بعد كده. بتقول انك ما تمشيش في الطريق اللي كل الناس ماشيه فيه، ابني العالم بتاعك بتاعتك انت، وخلي الناس المناسبه هي اللي تخش العالم ده. ومن هنا الفكره تتحول لحاجه اكبر. بليف بيطلع منه ايدنتيتي، الايدنتيتي بتطلع اكسبيرينس، الاكسبيرينس بتقدر تبدع opportunity. وده بالظبط اللي كورتيز عمله. حتى اللوجو نفسه كان جزء من السيستم بتاع البراند، ومعمول علشان يخدم على البراند مش عشان يبقى شكله حلو وخلاص. عبارة عن جزيرة اسمها الكاتراز ايلاند. الجزيرة دي اصلا هي سجن، والسجن يعني مرتبط بقيود، احتجاز، وانك محبوس جوه حدود معينه ما بتقدرش تطلع براها. وكورتيز بالنسبه له كبراند كانت الجزيره دي هي القيود، فاخدها اللوجو بتاعه علشان يتحرر من القيود. لان اللي بمعناه بدل ما يبقى السجن بيمثل انك محبوس، بقى بيمثلك انك بترفض القيود وبتخرج من الكونفنشن. فبقى اللوجو نفسه بيشيل حته من برضه. وده اللي يخلي اختيار الكاتراز اذكى مما يكون او اذكى مما يبان، لان انت عندك 3 لايرز في اللوجو ده تقدر تطلع المعنى بتاعه. اول حاجه كونسترينت، السجن في الاساس معناه حدود. حاجه اسكيب، اللاير الثانيه، كورتيز بيقول لك ما تتقبلش الحدود اللي السوق او المجتمع حاططها لك. وثالث حاجه وهي البيلونجينج، لما تبقى فاهم البراند كويس وفاهم اللوجو وتحفظ الكود وتعرف البراند، تحس انك بقيت انسايدر، بقيت جوه البراند ومع الناس. يعني حتى اللوجو بيعمل الشغلانه بتاعته بكل بساطه، ان هو بيرمز لبليف او اعتقاد معين البراند متبنيه. ولكن طبعا عشان تبني براند بالشكل ده لازم تكون فاهم انت بتكلم مين.
كورتيز عمره ما حاول يبقى فور ايفري ون، وتحديدا جزء من قوته العميل بتاعه عايز 3 حاجات بالظبط. عايز ايدنتيتي، اللي لابسه يقول حاجة عنه. اكسس، عايز يحس انه خارج، عايز يحس انه دخل حاجة مش كل الناس قادرة. الكالتشر، عايز يبقى جزء من حاجة قبل ما تبقى مين ستريم، وده فرق كبير جدا. كورتيز مش بيبيع لك بس كارجو او هودي، بيبيع لك احساس انك الكالتشر. scarcity become a system، ومن هنا السكيرستي ما بقتش كامبين، بقت سيستم. الانستجرام كان برايفت في فترات، الويب سايت محطوط عليه باسورد عشان يحميه، تقدرش تخش تشوف البرودكت في اي وقت انت عايزه. البرودكتس كانت ليميتد، والدروبس كانت في اوقات مفاجئه. حاجه مهمه جدا، بيخلي الاكسس نفسه ليه قيمه، يبقى موجود طول الوقت وانت بتقرر تشتري امتى. ولكن هنا انت لازم تتابع، تستنى تكون حاضر. فالبراند بيحول العمليه من مجرد ترانزاكشن عادي الى ايفنت انت اشتريت من كورتيز. في بقى اكتيفيشن عملها اسمها ذا جريت بولو اكسشينج. الفكره كانت بسيطه جدا بس عبقريه. هات جاكيت من براند معروف زي نورث فيس او سوبريم او اي براند يعني تاني معروف، تقدر تبدله بكورتيز بولو جاكيت. مئات من الناس حضرت، مع ان المتاح كان حوالي 50 جاكيت بس، والجاكيتات الناس بدلتها اتبرعوا بيها بعد كده. فالموضوع ما كانش بروموشن بس، الناس بقت جزء من الحدث وجزء من القصه، ومن هنا الكاستمرز بتوعك بقوا كوميونتي، وده اهم تحول في البراند كله. الدروب تيز مش مجرد لحظه بيع، هو سبب ان الناس تراقب وتستنى وتتحرك وتقابل بعض وتشارك اللي حصل. فانت مع الوقت مش عندك اودينس، انت عندك عيله او بقيته كالت، وده اللي بيبني الكوميونتي فعلا. ولو جمعنا كل اللي فات مع بعض هتلاقي ان كورتيز كان عامل ماركتنج انجن واضح جدا. بدأ بميستري، الناس تقول ايه اللي بيحصل، الموضوع يبدأ يعمل تجمع او كراود، الناس تفهم هو ايه اللي بيحصل. بعديها الناس تروح له ونطلع من خلاله ده كونتنت. الكونتنت ده بيتوزع على الانترنت، فاللي ما حضرش يحس بفومو. والدروب اللي بعده بيبقى اكبر، يعني بدل ما بتشتري اتنشن انت صممت حاجه تستحق ان الناس تتكلم عنها، وده اسمه earned media by design. وبعدين بتحصل لقطه بتثبت ان النظام والسيستم اللي بناه وصل لنقطه حقيقيه فعلا. في يناير 23 كورتيز عرض اللوجو بتاعه على مبنى نايكي في اوكسفورد ستريت. الناس في الاول فكرتها انها جوريلا ستانت جديده من كورتيز، وده في حد ذاته مهم. ليه؟ لان حتى لما البراند يخش في تعاون مع نايكي، البراند لانجوج بتاعته ما اتغيرتش، ما بقاش فجاه كوربريت وبيتكلم باحترام. انتوا شايفين طبعا هو عامل ايه، طبعا ده اكيد يعني. ما بقاش يتصرف كانه براند تاني، فضل زي ما هو كورتيز. وبعدين التعاون ده اتاكد، نايكي وكورتيز. وهنا لازم نفهم حاجه، نايكي ما كانتش بتاخد اكسس لمنتج واحد، هي كانت بتاخد اكسس لعالم كامل من كورتيز بناه قبلها. كوميونتي، كلتشر، كريديبيليتي، اللغه، ناس حقيقيه مهتمه. قبل ما البراند يبقى ضخم لازم يبقى ليه قيمه ومعنى. والاجمد ان حتى بعد الكولابريشن مع نايكي، الاكسبيرينس لسه حاسه انها كورتيز، مش مجرد سنيكر كولاب في استوديو. لسه في ستريت انرجي، لسه في برودكت مرتبط بالكالتشر. يعني البراند شركات العالم من غير ما يفقد الشخصيات، وده من اصعب الحاجات اللي ممكن اي براند يعملها. وده خلينا نرجع للفكره الاساسيه، وان ايديا، فكره واحده ايفري وير. لازم يكون عندك كونسبت وفكره واحده، تبدا تنشرها على كل تاتش بوينتس بتاعتك او اي عنصر من عناصر البراند بتاعك. يعني كل قرار بليف، البليف بتاعهم كان رولز ذا وورلد. اللوجو بتاعهم او الايقونه بتاعتهم كانت السجن او الجزيره. الاودينس مش كل الناس، كانوا ناس انسايدر قوي. الاكسس ليميتد دروبس وباسورد. الماركتنج بتاعهم كان جوريلا ستانت اغلب الوقت. الكوميونتي دايما بيحسوا ان هم بيلونج، وبيحسوا ان هم كالت مع بعض. حتى لما عملوا كولاب، عمل كولاب مع نايكي من غير ما يخسر الكود او الهويه بتاعته. كل دي اكسبريشنز من نفس الفكره، وده شكل الاستراتيجي لما تخرج من البي دي اف وتخش على ارض الواقع. وعشان كده انا بقول ان البراند استراتيجي هي البوصله البراند بتاعك، هي اللي بتدي لك وضوح في 4 حاجات. انت مين، بتؤمن بايه، انت لمين، يعني مين عميلك، ازاي المفروض تتصرف. كورتيز قوي مش عشان عنده لوجو مميز وفكرته جديده وفي تفاصيل، ولا عشان عمل اكتيفيشن فايرال، ولا عشان حتى عمل كولاب مع نايكي. هو قوي لان اللوجو والدروبس والايفنتس والكوميونتي وحتى نايكي كلهم حاسين ان هم قرارات طالعه بنفس البراند، بنفس البيرسوناليتي، بنفس التوناليتي. وهي دي البوينت، لما الاستراتيجي تبقى واضحه، مش كل مره هتبدا من الصفر وتسال نعمل ايه، هي هتبقى البوصله اللي بتقولك ايه القرار اللي يشبهنا وايه القرار اللي لا. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.